أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. اليوم سوف نقوم بعملية التقييم لنبات النعناع. لاحظوا عندنا هذه الشجرة ما شاء الله تبارك الله. بعد التقليم لاحظوا كيف أصبحت انتشرت بشكل أكثر وأصبحت ألوانها خضراء. فضروري جدا أن نقوم بتقليم باقي الأشجار النعناع. عندنا كما تلاحظون هذه الشجرة بدأت الأوراق، طبعا بدأت الفروع تكبر وبدأت الأوراق كما تلاحظون يتغير لونها. فضروري جدا أن نقوم بالتقليم. التقليم مهم جدا للنباتات العطرية ولجميع النباتات بشكل عام. فقط عند التقليم يجب التركيز على النقاط المهمة أو المفاصل المهمة التي سوف نقوم بالتقليم من عندها. مثلا هذا لاحظوا نقوم بالتقليم هنا. طبعا الغصن هنا يكون قوي وسوف يكون في تفرعات قوية أيضا. مثلا عندنا هذه نقوم بالتقليم هنا حتى يظهر التقليم الجديد من عند المفصل. لاحظوا من عند المفاصل عندنا هذا الغصن. لاحظوا من فين أفضل تقليم، من هنا، من هذه المنطقة. فالتقليم مهم جدا. بعض الأشخاص يقول لك بعض الأشخاص يقولون أن التقليم يدمر الأشجار. بالعكس، التقليم مفيد جدا لتقوية الفروع وأيضا للانتشار الفروع من جديد. لاحظوا كيف أصبحت النبتة، ولكن سوف نصورها لكم بعد فترة. ولاحظوا كيف يكون هو الفرق بين قبل التقليم وبعد التقليم. لاحظوا هذا الفرع تم تقليم هذا الفرع قبل فترة. لاحظوا التفرعات التي سوف تظهر. طبعا يكون الفرع هذا قوي وتظهر منه فروع جديدة. وإن شاء الله سوف نعرض لكم هذه النبتة بعد فترة. ولاحظوا الفرق. وأيضا عندنا هذه فنقوم بالتقليم. لاحظوا النعناع بعد التقليم كيف أصبح. وإن شاء الله سوف نعرض لكم بعد أسبوع أو أسبوعين بالكثير أو فترة 10 أيام، وسوف نلاحظ الفرق بعد التقليم. وسوف نذكر لكم أهمية التقليم للأشجار إن شاء الله في مقطع قادم. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.